دوس ريكورد هنا على اللابتوب. اوكي 1 2 3 4 5 6 اكشن. اوكي الحمد لله يعني حلينا مشكله الصوت علشان كان عندي مشكله كبيره مع الصوت. انا قلت لكم معايا مايكات كذا مايك يعني وايرلس. المشكله مش في المايك، المشكله في ان السوفت وير نفسه اللي بنريكورد عليه، وانا اصلا عايز الصوت يعني ايه لينك مع الفيديو في نفس المكان، علشان ما افضلش بقى ايه اجيب سورس الاوديو من حته والفيديو من حته واجمعهم مع بعض وافضل يعني. هي بروسس كده ايه غريبه، بس ما علينا. بس الحمد لله ان احنا ايه يعني كده ايه حلينا اول مشكله وهي مشكله الصوت. كان برضو ايه لو حطيت في دماغي ان مثلا كل حاجه تبقى مثاليه، هو بس كل اللي حصل ان انا في كارت صوت كده ايه بيحاول بدل ما المايك كده بالوصله اللي هي العاديه، يعني الوصله اللي هي بتاعه الهاند فري زي دي كده يعني ايه، بس جبناها خليناها وصله يو اس بي. هو كان كارت صوت، كان عندي مايك كوندنسر. الناس اللي عارفه اللي بتشتغل فويس اوفر وبتاع عارفين المايك الكوندنسر والدايناميك والحاجات دي كلها. فبس ايه يعني ما علينا من كل ده. مساء الخير، مساء الخير وتيست جديد وصوت الحمد لله نضيف. وطبعا الاضاءه اتغيرت، الاضاءه اتغيرت بس ايه قفلت نور السقف. ودي حاجه المفروض اكون بعملها، ودايما يكون الفريم شكله لطيف وشكله حلو. بس ان شاء الله هنظبط ده يعني مع بعضينا ايه على مدار الوقت باذن الله. شكلي متبهدل، انا اسف، بعتذر جدا عن الشكل المبهدل. بس الفكره ان انا يعني جاي من حجز كوره، يعني جيت بعد ما جيت من الشغل على طول، يا دوبك اكلت وصليت وخلصت الحاجات اللي ورايا. ما فيش حاجه خلصتها ورايا، بس يا دوب اكلت وصليت. يعني صليت الاول وبعد كده اكلت وبعدين جريت على الملعب علشان العب كوره. وده الحوار بقى الرياضه. عارف انت الناس اللي بتقول لك ورط نفسك في اي حاجه ومش عارف ايه وبتاع. بس قبل ما نتكلم يعني ايه خلينا اقول لكم احنا بنعمل ايه هنا. اللي ما يعرفش احنا بدانا الحمد لله من امبارح، والحمد لله النهارده الفيديو اول فيديو نزل من تحدي 30 فيديو كل يوم فيديو باي شكل من الاشكال. انا المطره مطرت وانا جاي، فانا ايه يعني جاي زي ما انا كده هسجل الفيديو واخلصه علشان الساعه دلوقتي حوالي 12 داخله على 12 بالليل. ولو ما لحقتش اسجل الفيديو هتسحل وهقول مثلا بكره يعني انتوا عارفين القصه دي. فانا انا لا هسجل دلوقتي، يعني هسجل دلوقتي ماليش دعوه. هسيب كل اللي ورايا دلوقتي، لسه راجع من حجز كوره، المطر بتمطر والدنيا زي الفل، فهنكمل الفيديو. فلو انت عارف الناس اللي هي بتقول لك ايه ورط نفسك في اي حاجه، ارمي نفسك في مش عارف ايه، وانتوا عارفين الفيديو بتاع صديقنا. ففعلا يعني التوريطه حلوه. يعني انا من الناس اللي كنت بورط نفسي في ايه، يعني مثلا كنت عايز اتعلم انجليزي، حلو، فورطت نفسي في كورس دفعت 2000 جنيه وما كملتوش بالمناسبه يعني، وكورس تاني وكورس تالت، على امل ان انا لما اورط نفسي وادفع فلوس انا كده ايه نفسيتي هتحز فيها بقى والضمير هيأنبني. يا عم انت دافع فلوس، يا عم الفلوس يا عم اللي انت دافعها دي يابا، هو انت سارقها ولا ايه ولا لاقيها ولا ايه ظروفك انت بالظبط؟ ما اشتغل معايا شويه. فالمهم يعني مش عارف، بس الموضوع شكل ما ينفعش. انا من الناس اللي ايه بتروح الجيم تدفع اشتراك شهرين ثلاثه، واول اسبوع متحمس بقى واوعى من وش وداخل الجيم عاش يا وحش عاش يا كوتش ومش عارف ايه، واي حد شايل وزن 5 كيلو تقول له عاش والدنيا ايه في اللذيذ يعني. بس اي ما بتكملش اسبوع يعني. انا ما بكملش اسبوع او اسبوعين بالظبط وببتدي اخست يعني اروح اسبوع او اسبوعين، يوم ويوم يوم ويوم يوم يوم. فبرضه بعد الاسبوعين بلاقي نفسي خسعت وبعد كده رجعت صفر تاني كما بدات يعني، وراح عليا الاشتراك وراح عليا كل حاجه. فالازمه هنا ان انا بعمل حاجه بحبها بطريقه انا ما بحبهاش. حلو، يعني في ناس يعني انا مثلا من الناس انا بعشق الكوره، لعب الكوره يعني مش تشجيع الكوره، يعني مشجع من زمان، بس انا بحب لعب الكوره اكتر وعشان انا بلعب من وانا صغير قوي. فبحب دايما المجهود والطاقه اللي انا بديهم في اللعب. يعني انا بشوف ان هم اكبر بكتير قوي من المجهود والطاقه اللي انا ببذلهم في الجيم. بل على العكس انا بقى مستمتع جدا طبعا لما بتكسب طول الحجز، سواء انتوا حاجزين ساعه او ساعتين. احساس النشوه اللي في المكسب لما تكون لاعب وجايب اخرك بقى وفاتح سبرنت بقى وايه، بيجي واحد غريب الاطوار وغريب الشكل ما لعبش كوره قبل كده يروح زنقك خازوق كده، يروح ملبسك في الايه في جنب الملعب يعني، او يخرجك بره الملعب خالص يعني، المهم ياكلك النجيله. فده يعني احساس زي الزفت ايه اسمع علينا. فلا انا بحب الكوره، بفضل الكوره طبعا. فهي الفكره ان انت بتعمل حاجه بتحبها بطريقه مش بتحبها. يعني انا بحب الرياضه جدا، بس انا بعمل حاجه انا ما بحبش طريقه الحاجه دي اللي هي الجيم. طب ايه اللي عملته؟ لا خلاص يعني انا حاولت كذا مره ان اروح الجيم مش عارف ايه والتزم مش مرتاح. ولكن مثلا تعالى قول لي في حجز كوره النهارده جاي يا باشا، بيكلموني في التليفون زمايلي وبتاع في حجز النهارده ايه جاي. هم لسه مثلا بيسالوني اللي هو يا معلم احنا بس لسه بنظبط حجز كده وايه وناقصين ومش عارف ايه. انا جاي، انا اجيب الستارز وجاي هاجي العب حاجه بس جاي. فخلاص يعني انا ربطت ان الرياضه بالنسبه لي هي الكوره، لعب بقى وكل حاجه وزي الفل. ولسه جاي من حجز كوره طبعا والحمد لله تقريبا غالبين الحجز كله، بس ما علينا مش ده الموضوع يعني. عشان انا جامد في الكوره وبتاع، ما بحبش اتغلب. عندي مشكله مع المينتاليتي دي او العقليه دي اللي هي ما بحبش تتهزم في اي حاجه، بس في الكوره بالذات يعني هلعب هكسب فيه، هلعب لو هلعب بالفرقه كلها لوحدي هلعب. فانت لو ما بتلعبش كوره اتس اوكي مفيش مشكله الجيم.
ولكن لاقي لنفسك طريقه ان انت تلعب بيها رياضه، لاقي لنفسك طريقه ان انت تفك عن نفسك شويه. ناس بتروح اللي تطلع على القهوه تمشى شويه، ناس تلعب بادل، في ناس بتلعب تنس، في ناس بتلعب بلاي ستيشن، في ناس بتلعب بلياردو. المهم لاقي لنفسك وقت او مساحه شخصيه ان انت يعني مش تهاف فن بس تفسح عن نفسك، تفرج عن نفسك شويه، علشان احنا نعيش في توقيت يعني اسعار دولار مش عارف ايه واقتصاد وحاجات طالعه وحاجات نازله، وانت عمال تطلع انت بتنزل. طب تكتشف ان انت عارف انت اللي هو ايه، انت بتمشي كده وتروح نازل بقى، عارف انت بتجيب اعماق المحيط الهادي من تحت. فجسمك يعني مهم جدا وامانه ان انت لازم تهتم بيه. فكره الاكل من بره المفروض حقيقي تبتدي، يعني مش لا، انت تبتدي تاخد خطوه، مش تبتدي تفكر ان انت تبطل اكل من بره وتهتم بجسمك وصحتك، ان انت يكون ليك مثلا لايف ستايل او يعني شكل حياه صحيه. بقى عايز تاكل من بره قشطه، اتس اوكي زي الفل، بس ما تجيش تشتكي. حلو، كل من بره بس مش كل يوم اكل من بره، مش كل يوم اكل من بره، كل يوم اكل من بره، فطار وغدا وعشاء. وتقريبا انت بتيجي البيت تسلم على بس كوبايه الشاي وكوبايه الميه وتخرج تكمل حياتك بره. الاكل اللي بتاع البيت حتى لو انت بالنسبه لك مثلا شايف ان هو مش طعمه حلو، من كتر ما انت اتعودت على الاكل السريع اللي هو بيديك احساس عارف انت اللي هو ايه، بشعور دوبامين معين او شكل لذه معين، بعدها على طول بتختفي اللذه دي، بتختفي شعور عشان هو انت بتدمنه. بعدها محتاج تاخد خطوه او تاخد قرار ان انت تشوف المحتويات اللي بتخش جسمك، لانها مش هتتعبك دلوقتي. يعني انت مش هتشوف اثر الحاجات دي كلها دلوقتي، انت هتشوفه يعني ان شاء الله. حاسس ان الريكورد بتاع الكاميرا فصل عشان عمال ارغي. الحمد لله لحقت الموبايل علشان بصور غالبا عشان بصور 4K. فالموبايل مش بيريكورد غير 8 دقايق وبعدين بيرجع بيعيد الريكورد من الاول. فانا مش سامع صوت التكه اللي هي التين علشان اعرف ان هو فصل، بس يعني بحس اللي هو ايه عشان الريكورد بس قدامي، فانا عارف ان احنا عندنا 8 دقايق خلاص اتس اوكي، هنكتب ونروح ندوس ريكورد. فالمهم عشان ما نطولش، عشان الفيديو ده يعني هيفتح مننا قوي، خلونا في المفيد. صحتك تساوي يعني نظام حياتك يساوي صحتك. يعني نظام حياتك هو اللي بيساوي. لو انت بتاكل اكل صحي واكل حافظ على رياضه وبتشرب ماء كويس وبتخرج وبتظبط نفسك، بتفسح نفسك، ده هيعود عليك بفوائد كتير جدا سواء دلوقتي او بعدين. والعكس لو انت مش بتاكل كويس ولا مهتم بصحتك وبتاكل قبل ما تنام كتير وكل الحاجات الجانك فود او الاكلات الوجبات السريعه وكل الحاجات الغريبه دي الحديثه، يعني هتاخد متعه لحظيه، متعه مؤقته، وبعدين مع المدى البعيد هتشوف اثر الحاجات دي فعلا وهتقول يا ريت اللي كانت مجرى ومش عارف ايه. احب اختم هذا الفيديو الجميل يعني اللذيذ. ولو انت لسه مش عارف هنا بنعمل ايه، ولو جيت مثلا في نص الفيديو عملت سكيب ايا كان، فاحنا 30 يوم 30 فيديو كل يوم. فيديو بتصور بالليل ينزل تاني يوم على طول. مش عارف ميعاد الفيديو هيبقى الساعه كام، بس غالبا الفيديو اللي نزل النهارده هينزل الساعه 6. فاحنا هنحاول يعني بقى نماتش لحد ما 30 يوم، لازم 30 يوم 30 فيديو كل يوم وبس كده. شكرا، نشوفكم في فيديو جديد. سلام.